بنادق تونسية باللحم المفروم نستحقوها وقت الصفر ولا وقت اللي نبداو مزروبين ونحبو نطيبو حاجة فيسع فيسع. تابعوني باش تشوفوا الريسيت. جبت اللحم المفروم ومن المستحسن يكون فريشك. للفحات هريسة عربي، نعناع شايح، بسبس مرحي، فلفل اكحل، ملح وتابل وكروي. وندخلوا لفحات الكل في اللحم. استوس باش تجيكم البنادق رطبة من برا وما هيش مشقة، تحطوا لها بزيت زيت زيتونة وشوية ما جوست باش تلموا بها الكيكة باش تجيكم مريقلة. ندخل المكونات الكل في بعضهم ونعجنها بقبضة ايدي باش نتحصلوا على لحم طري سهل التشكيل. توم بالايدي بشوية ماء وناخذ شوية اللحم المفروم ونحطه بين كف ايدي، نضغط عليه ومن بعد نبدا ندور فيه لين تحصلوا على كعبورات بيان ليس ومرطوبين. ونكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. حطيت المالي باش نطيب فيه اللحم، حطيته يغلي، حطيت فيه ورقة رند، ملح، بزيت زيت زيتونة باش تتقلى فيه الكعبر بالباهي. وتوا نهبطهم يطيبوا في الماء. الكعبورة اللي تهبط ما نحركوهاش من بلاصتها باش تقعد شادة روحها. ونكملوا الكعابر الكل بنفس الطريقة. لهنا حطيت شوية كركم باش يعطيني لون مزيان، سينو هو ماهوش نسيسير تنجموا ما تحطوهوش. كهوتا ونخليوهم يطيبوا في عقلهم حتى الفين ينشف الماء الكل ويقعدوا يتقلاو في الزيت متاعهم. لهنا بعد ما طاب ونشف الماء الكل وقعدوا يتقلاو في الزيت نبدا نسيس فيهم بشويه توا نجم نحركهم. وهذه كانت النتيجه بعد ما طابوا. شوفوا محلاهم كيفاش مرطوبين من برا. خذيت لكم كعبة قصيتها لكم على 2، حبيتكم تشوفوها من الوسط كيفاش طايبة بالباهي ومحمرة شوية من برا ما شاء الله. وكهوتو جبت دبابس بالنار باش نحطوا فيها ماكلة عبارات، حطيتهم الكل، صبيت عليهم الزيت اللي تقلوا فيه الكل، وتنجموا تزيدوا عليه زيت يغطيهم الكل.